أهلا بيكم. النهاردة حكايتنا عن شخصية غريبة شوية من المغرب، اسمه إسماعيل المكذوب. إسماعيل المكذوب. المصادر بتكلم عنه كتير، وصف النصاب الذكي ده تقريبا في كل حتة. بالظبط، قصته يعني حيرت ناس كتير فعلا، وإحنا هنا هنحاول نفهم أكتر، نغوص في تفاصيل القصة دي. هو السؤال الأهم مش بس إيه اللي عمله، لا، إزاي قدر يعمله، إزاي بنى الثقة دي كلها. ده اللي هنحاول نفهمه، إزاي قدر يقنع كل الناس دي، إزاي استخدم ذكائه والتلاعب النفسي كمان. ونقطة الاسم دي برضو، المكذوب، ليها دلالة أكيد في السياق بتاعه. أكيد. وإزاي طفل يعني نشأ في مكان بسيط، قرية فقيرة ومنسية، قدر يعمل الشبكة دي كلها بعدين. ما هو ده اللي بيخلي القصة مثيرة للتفكير، البدايات غالبا هي المفتاح. المصادر بتقول إن البداية كانت ممكن تكون وهو طفل، في واقعة كده عن سرقة 5 دراهم من والدته. الحكاية دي سمعتها. لما اتسأل ما قالش إنه سرقها. لا خالص، قال إن والي صالح اداهاله في المنام، يعني دخل حتة الروحانيات من بدري قوي. والغريبة إن والدته صدقت، أو يمكن أرادت تصدق وشافته بشكل مختلف، كأن في سر أو بركة خاصة. هل دي بقى كانت الشرارة اللي خلته يكتشف قوة استغلال المعتقدات دي؟ غالبا جدا دي لحظة اكتشاف مهمة لأي حد عنده الميول دي، إنه يشوف بعينه إزاي الكلام الروحاني أو الغيبي بيأثر في الناس، خصوصاً يمكن في الظروف الصعبة، الناس بتبقى محتاجة أمل. بالظبط، بيبقى عندهم استعداد يصدقوا أي حاجة تخرجهم من الواقع الصعب أو تديهم أمل في رزق سريع أو حل لمشاكلهم، ودي الثغرة اللي لعب عليها بعد كده. فعلاً المصادر بتقول إنه بعدها اختفى من قريته، ظهر في مدن تانية بس مش بنفس الشخصية. أيوة، بدأ يتقمص شخصيات، زي شخصية الحاج عبد البركة دي في مكناس. بشنب مستعار بقى ولبس تقليدي غالي وسبحة في إيده، هيئة ليها وقار يعني. والمصادم بتقوله إنه قدر يقنع تاجر هناك إنه ممكن يضاعف له فلوسه. إزاي؟ عن طريق إنه يدفن الفلوس دي ومعاها طلاسم وحاجات كده في بير بيقولوا عليه مقدس. يا نهار أبيض! والتاجر اقتنع؟ اقتنع، اداله حسب الروايات حوالي 50,000 درهم كاش، والمجذوب خد الفلوس واختفى. لا تعليق بصراحة، تقمص الشخصيات ده كان أساسي في شغله بقى. جدا، ما كانش بيثبت على شكل واحد، كل مرة يخلق شخصية وقصة تناسب الضحية اللي قدامه. ده ذكاء في قراءة الناس. وبعدين جت فترة استقر فيها على شخصية المكذوب نفسها، اللي هو الاسم اللي اشتهر بيه. أيوة، شخصية البياع المتجول البسيط اللي بيبيع مية البركة، مية بأعشاب كده، وكان بيقول إن السر مش في المية نفسها، السر في نية اللي بيشرب. هنا بقى الذكاء في بيع الوهم مش المنتج نفسه. هو مش بيبيع مية بأعشاب، هو بيبيع أمل في الشفاء، في الرزق، الحاجات اللي الناس بتدور عليها. ولما بالصدفة أو يمكن بالإيحاء حد ياخد المية دي ويحس إنه بقى أحسن، أو يحصل له موقف كويس بعدها، العقل بيربط السبب بالنتيجة على طول. بالظبط، حتى لو ما فيش علاقة حقيقية، والشخص ده من غير ما يقصد بيتحول لدعاية مجانية للمكذوب. الأسطورة تكبر، ومع الوقت الموضوع شكله اتطور أكتر، ما بقاش مجرد بياع أعشاب وخلاص. إزاي ده؟ بيستخدم ملاحظاته الدقيقة، لغة الجسد، نبرة الصوت، عشان يوهم الناس إن عنده قدرات خاصة، زي إنه بيقرأ الأفكار أو عارف الغيب. ياخد باله من تفاصيل صغيرة ويستخدمها يعني. تمام، شوية ملاحظة دقيقة مع شوية كلام عام، مع استغلال لرغبة الناس إن حد يفهمهم أو يحل مشاكلهم. الخلطة دي بتشتغل. وقصة الحاجة زهرة دي مثال واضح جدا للمرحلة دي، الست اللي ورثت أرض. أقنعها إن أرضها دي فيها كنز مدفون، بس الكنز عليه حراس بقى، ومش أي حراس من الجن. وطبعا عشان الجن يرضوا ويسيبوا الكنز لازم تطهير روحي، وأهم حاجة فدية رمزية اللي هي طبعا فلوسها. بالظبط، ياخد منها الفلوس دي بشكل تدريجي على مراحل، وكل ده كلام في الهوا، مفيش أي ورق أو عقود. هي دي النقطة المهمة برضو، تجنب أي أدلة مكتوبة. ده تكتيك أساسي بيخلي الإثبات صعب جدا لو الموضوع وصل للقانون، وبيخلي الضحية تعتمد بس على الثقة اللي هو أصلا بناها بمهارة. كأن الضحية بقت شريك في الجريمة ضد نفسها إلى حد كبير. والمصادر بتقول إنه استخدم كمان طريقة شبه مخطط بونزي المشهور. ممكن نوضح للناس يعني إيه مخطط بونزي ده ببساطة؟ ببساطة شديدة، المحتال بياخد فلوس من مستثمرين جدد
ويستخدم جزء منها عشان يدفع أرباح وهمية للمستثمرين الأقدم. فالناس القديمة تفتكر إن الموضوع ناجح ويكسبوا فلوس فعلا؟ أيوة، ده بيخليهم يطمنوا ويزودوا استثماراتهم، والأهم يجيبوا ناس جديدة معاهم. دعاية مجانية تاني. المكذوب كان بيعمل كده؟ نسخة مبسطة منها، يدفع أرباح صغيرة في الأول، مبالغ بسيطة ومتكررة عشان ما تلفتش النظر، بس كفاية عشان تبني الثقة وتخلي الناس تتكلم عنه كويس. يلي هو ما كانش بيبيع فرصة استثمار قد ما كان بيبيع الحلم اللي الناس عايزة تصدقه. بالملي كان بيركز على الحلم. المصادر بتنقل عنه جمل زي أنا بدأت ب5 دراهم والنهاردة الفلوس هي اللي بتعدني. كلام بيلمس وتر حساس عند ناس كتير. والآخر النفسي بتاع الموضوع ده كان عميق لدرجة إن فيه ضحايا حتى بعد ما اتنصب عليهم فضلوا يدافعوا عنه. دي من أغرب الحاجات. يقولوا لو كنا صبرنا شوية كنا كسبنا. ده معناه إنه مش بس سرق فلوسهم، لا، ده سرق قدرتهم على التفكير المنطقي في الموقف ده. بالظبط، شل المنطق عندهم. بس طبعا مفيش حاجة بتدوم للأبد، الشكوك بدأت تظهر. طبيعي، خصوصا من ناس بره الدايرة المقربة قوي. ناس بدأت تسأل فين العقود، فين الضمانات، وبعدين الأرباح اللي كان بيدفعها دي بدأت تتأخر. ودي دايما بتكون أول علامة خطر حقيقية في المخططات اللي زي دي. لما الفلوس تقف الوهم بيبدأ يتكشف. ولما اختفى فجأة وساب رسالة غامضة إنه مسافر لسبب ما، هنا بقى الشك تحول ليقين عند ناس كتير. الخوف والقلق بدأوا يزيدوا. والضربة القاضية جت لما ظهرت الضحية المتمردة. الضحية اللي قررت ما تسكتش وراحت بلغت الشرطة رسمي. والمهم إنها كان معاها أدلة، تسجيلات صوتية، شهود. ده كسر حاجز الخوف عند الباقيين، والقصة بعدها انتشرت بسرعة خصوصا مع الإنترنت والإعلام. دور الإعلام والسوشيال ميديا كان مهم هنا في تحويلها لقضية رأي عام. أكيد، ده بيشجع ضحايا تانيين كانوا مترددين إنهم يتكلموا، وفي نفس الوقت بيصعب المهمة على المحتال. هو حاول يهرب، المصادر بتقول حاول يسافر تركيا بجواز سفر مزور، لكن كان الأوان فات. اسمه غالبا كان وصل لقوائم المراقبة واتقبض عليه في المطار. محاولة الهروب دي لوحدها دليل إدانة قوي. في المحكمة بقى المواجهة كانت صعبة عليه أكيد. واجهوه بكل حاجة، التسجيلات، رسائل الواتساب، شهادات الضحايا اللي كانت مؤثرة جدا أكيد. دفاعه كان إيه؟ حاول يظهر بمظهر الوسيط الاستثماري الفاشل. يعني هو ما ضحكش على حد، هم اللي وافقوا يدخلوا معاه بمزاجهم ومفيش عقود تلزمه بحاجة. يعني حاول يرمي اللوم عليهم. لكن في الآخر اعترف. مش اعتراف صريح، لكن المصادر بتقول إنه قال جملة زي الأمور خرجت عن سيطرتي، وده يعتبر اعتراف ضمني بفشل المنظومة كلها أو بخروجها عن السيطرة. وفي النهاية اتحكم عليه بالسجن 10 سنين وغرامة ورد الأموال للضحايا طبعا. القصة دي فعلا يعني بتورينا إزاي الذكاء الحاد وفهم النفس البشرية واستغلال الحاجة للأمل ممكن يتوظفوا بشكل مدمر جدا، ويبنوا وهم كبير يصدقوا ناس كتير، ومش بس الناس البسطاء، ممكن المتعلمين والمثقفين كمان يقعوا فيه. وده اللي يخلينا نسأل ليه النوع ده من الخداع بينجح أصلا؟ هل هو الطمع بس؟ ولا في احتياجات نفسية أعمق، زي البحث عن معنى، عن حل سحري، عن حد يسمع ويهتم؟ ويمكن الاحتياجات دي بيتم استغلالها ببراعة فائقة من ناس زي المكذوبين. وده يوصلنا لسؤال تاني أهم يمكن، فين الخط الفاصل بين الكاريزما الطبيعية والقدرة على الإقناع الإيجابي وبين التلاعب النفسي واستغلال الثقة؟ سؤال صعب. وهل إحنا أصلاً كأفراد أو كمجتمعات عندنا الوعي الكافي أو الدفاعات الكافية ضد النوع ده من الاستغلال النفسي اللي بقى متطور وبيستخدم أدوات جديدة؟ سؤال فعلاً يستحق نتأمل فيه.